المجموعة التي بقي ملفها من الطبوات، وخطينا فيها مراحل بتقديم طلبات لجميع الهيئات التي تبنت الاشتغال في مجال طي صفحة الماضي، مثل اللجنة المستقلة للتعويضات لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي أنشأها الحسن الثاني في عهد حياته. كانت ارتأت في قضيتنا برفض الطلب. لما أنهت اشتغالها أسست بعدها على عهد الملك محمد السادس هيئة الإنصاف والمصالحة لتتمة أو علاج ما تبقى من ملفات عالقة. فارتأت هذه الهيئة في قضيتنا نحن كمجموعة أهرمبو بعدم الاختصاص. لما أنشئ المجلس الوطني لحقوق الإنسان وترأسه السيد أحمد حرزندي، وسألناه في قضيتنا في برنامج عبر الأثير في سنة 2009، أمرنا بأن نتوجه إلى القضاء أو إلى المؤسسة الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، فكان هذا جواب غير مقنع. فطلبنا منه رأي آخر فأجابنا بأن نتدبر شؤوننا بأيدينا. هذا جواب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. مع حركة 20 فبراير ومع التغيير الذي حصل في البلاد بخطاب صاحب الجلالة 9 مارس، أنشئ المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذا المجلس يعني كان بالنسبة لنا متنفسا، وبالخصوص على لما عين السيد محمد الصباح أمينا عاما لهذا المجلس، هذا الأخير الذي كان عضوا في مجلس وطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وكان رئيسا سابقا للمنتدى، وهو على دراية بالملف بحيثياته وبشموليته وبتشعباته. وما مرة كان يقول لنا بأن السيد حرزندي تكلم معه في طي هذا الملف، ولكن السيد حرزندي لم يعر الاستشارة التي طرحها عليه السيد صباح. التقينا السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في يوم فاتح يوليوز، اليوم الاستفتاء الذي جرى للتصويت على الدستور. التقيته رفقة زميلين من الإخوان، السيد حسين الكرب والسيد جريري محمد. جلسنا معه لاستشارته ورأيه في فطرحنا عليه الملف من جديد، وعن الحالة المزرية التي تستشري في وسطنا. طلبنا منه بأن يسرع في تسوية هذا الملف الذي. فكان جوابه في ذلك اليوم بأن في هذا الوقت الذي نتحدث معه بأنه ليس هناك لجان، اللهم رئيس المجلس وأمينه العام وموظفون مكلفون بمسائل إدارية. طلب منا بأن ننتظر حتى تكون اللجان للاشتغال وسيفعل الله خيرا. انتظرنا ولحد الساعة ننتظر، لا شيء يذكر جديد في هذا الأمر. مؤخرا كانت هناك ندوة بالدار البيضاء
حول توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والإدماج الاجتماعي بحضور الأمين العام محمد الصبار للمجلس، وبحضور نائب الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان، وكان من اللازم أن يكون الوزير بنفسه ولكن لظروف ما. وحضر ممثل النقابة الاتحاد المغربي للشغل والديمقراطية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعضو من المكتب التنفيذي للمجلس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وضحايا من مختلف المشاكل. يعني طرح السيد الصبار يعني ما توصلوا إليه من مسائل التي عولجت إلى آخره فيما يخص رجال حقوق الإنسان، وأعطى صورة على يعني بالمقارنة مع دول أخرى بالنسبة للمغرب أنه خطى خطوات هامة في هذا الباب. أعطى أرقام فيما يخص التعويضات، فيما يخص الملفات التي عولجت، فيما الحالات التي لا زالت لم تعالج. بعد هذا كانت هناك مداخلات من طرف الحضور، فتصدى السيد حسن العلوي عضو المكتب التنفيذي للمنتدى بتفنيد ما جاء على لسان السيد الصبار في بعض الحالات، كما تدخل الأخ عبد الكريم وزان المكلف بالملف مجهول المصير، قدم انتقادات في هذا الباب. وفي الأخير بعد الجواب عن التدخلات تعهد السيد الصبار بالخصوص فيما يخص ملف أهل المطلوب بأنه يتعهد بأن يجد له الصيغة التي اتخذت في قضية مجموعة تبوليت. ما هي هذه المطالب ولا هذه الصيغة اللي انتم نحن نطالب من الدولة التي كانت سببا لنا في طردنا بدون مبرر، بتسريح لا إرادي، وبقينا محرومين من حقوقنا في المواطنة من توظيف وما إلى ذلك. طالب من الدولة أن ترد لنا الاعتبار وأن يتم التعويض عن ما ضاع منا، لأن مستقبلنا هدم منذ ذلك التاريخ، منذ تاريخ 10 يوليوز، ونحن نعاني. نريد 10 يوليوز 1971، يعني من يوم الحادث اعتبرنا في يعني كان مآلنا التشريد والتهميش لا لشيء إلا لانخراطنا أو بدون إرادة وبدون علم في المحاولة الانقلابية التي قادها ناصير، كانت تتهافت على اعتلاء كراسي القرار، في حين أننا كنا شباب في طور الدراسة وفي طور التكوين. من العار أن تقلب بنا السفينة ونحن لا زلنا في عز شبابنا. نطالب من الدولة أن تسوي ملفنا تسوية شاملة وعادلة، ورد الاعتبار لنا والاعتراف لنا بما اقترفته في حقنا. نحن أبرياء، برئنا من طرف الحسن الثاني، برأتنا المحكمة ووعدنا الحسن الثاني ولم يفي بعهده في ذلك الوقت بأننا سنصبح ضباطا في ذلك الوقت على حسب الدور الذي قمنا به في ذلك الوقت، لما ظهر وقت في اليوم المعلوم الذي يعد أكبر يوم في تاريخ المملكة، وتعتبر محاكمتنا أكبر محاكمة في تاريخ المغرب، حيث قدمنا بالمحاكمة بعدد 1081 في حين أننا قدمنا من هرم إلى إسخيرات بعدد 1400. نسائل الدولة أين هم الباقون الذين هم الآن أحياء في عيون السلطات الإدارية؟ أهلهم وذويهم
يكتوون نارا ينتظرون المجهول لا زالوا أحياء في السجلات الحالة المدنية، ولدينا وثائق تثبت شحال هما اللي زهاء تقريبا ما يزيد عن 120 أو أكثر. ودابا شحال نتوما بقيتوا في الحياة؟ نحن الآن في الانقراض، نحن الآن كل شهر وكل أسبوع يصلني خبر عن أحد الإخوان. في الأسبوع الأخير ودعنا صديقنا من مكناس محمد السكينة على سبيل المثال. وفي لم نبقى إلى حد الآن لا أعتقد بأننا نتجاوز 300 أو 400 فرد، ومن العار من العار من العار من العار. وهذا أعده أنا، هل هو جزاء لنا أو عقابا لنا لما قمنا به في ذلك اليوم؟ هل هذا هو جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ في حين أن الذين كانوا بالأمس القريب يحنون إلى قلب النظام وكانوا ضد النظام تمتعوا واقتسموا الكعكة فيما بينهم وتنكروا لنا وتركونا في بحر بدون شطوعات.